مساء الفل، عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. النهاردة هنتكلم عن ماتش مصر وغانا. احنا كنا اتكلمنا قبل الماتش وكنت عملت فيديو ونزلته وقلنا يا جماعة التعادل مش وحش، بس بشرط الشرط اتحقق. الشرط اتحقق، بس اداء المنتخب نفسه ما كانش مرضي. احنا هنشوف الحالات دلوقتي اللي تقول ليه احنا ما كناش كويسين في الماتش. هنبدأ مع بعض بتشكيل منتخب غانا. لو خدنا بالنا منتخب غانا بيلعب 4-3-3، بس عندهم قدوس اللي هو كان عليه المشكلة الكبيرة، اللي هو كان السبب في الجونين، ان هو جاب جون وجاب التاني. هو الفكرة كلها كانت معتمدة على قدوس، اللاعب رقم 20 في المنتخب المصري وفي منتخب غانا. احنا هنشوف دلوقتي بداية المباراة دي الثانية 6. منتخب مصر بيلعب في الملعب كله، يعني انا مش عارف روي فيتوريا بيقيسها ازاي، ولا بيلعب ازاي، ولا بيفكر ازاي. ما ينفعش انا العب في مساحات كبيره قوي كده، واحنا اتكلمنا وقلنا احنا محتاجين نضيق المساحات. طب هل الكلام ده اتغير؟ احنا في الدقيقه 1 و47 ثانيه. ده محمد النني في نص الملعب اهو. لو خدنا بالنا، بص محمد النني هيروح فين؟ رجع في وسط الدفاع بقى زي ليبرو. هنا حمدي فتحي، مصطفى محمد. بص الكوره في الدقيقه 6:51. بصوا هنا لو خدنا بالنا، النني عشان القدوس كان دايما بيحاول يخش جوه قلبين الدفاع، فدايما كان النني بيرجع معاه. تحس ان هم خمسه، احنا بنلعب خمسه، ادي خمسه في الدفاع وادي خمسه في الهجوم. بنلعب الفرقه مقسومه نصين. كرة تانية هنا برضو في الدقيقة 15. ادي النني زي ما قلنا، النني برضو يعتبر قلب دفاع. ادي عبد المنعم وادي حجازي، مصطفى محمد في نص الملعب، ومين المهاجم؟ حمدي فتحي. حاجه مثلا يعني ما تحصلش غير في مثلا ايه، في الكوميديا يعني. حمدي فتحي المفروض ان هو بيلعب جنب المهاجم الاساسي، جنب المهاجم، مش المهاجم اللي ينزل يستلم ويحضر لحمدي فتحي. دي كرة تانية برضو نفس الموضوع زي ما قلنا، النني اهو برضو نفس الموضوع النني. ادي الفريق بتاعنا 3 لعيبه بس في نص ملعبنا، 3 لعيبه بس، منعم وحجازي والنني. قدامهم 3 لعيبه من منتخب غانا. هتطلع بالكره ازاي؟ هتطلع بيها ازاي؟ لازم هتطلع بيها الكره طوليه، لان الفريق بتاعك كله مفيش حد نزل في الجزء ده يستلم في نص الملعب. النني محاصر، مش هو اللعيب اللي انت تطلع بالكره بيه، مش هو بس، يعني هو برضه محاصر. انت موقف الفريق كله ورا نص الملعب ومستني تلعب كره طوليه. هل ده لعبنا؟ مش لعبنا. برضه في الدقيقه 24 ادي النني وادي منتخب مصر كله عند ال 18. مين هنا يا جدعان؟ مين في الدايره الكبيره دي؟ مين؟ مفيش. نفس الموضوع بالظبط برضه في الدقيقة 26. ادي قدوس، ادي النني، يعتبر النني بيلعب رابع في خط الدفاع اهو، وادي عمر كمال عبد الواحد. وانت فاتح الدنيا على الاخر، يعني قاسم فرقتك في جزئين. مفيش فرقة بتلعب كده، لازم يكون في حد في نص الملعب. برضه نفس الفكرة في الدقيقة 28. ادي قدوس وادي النني، نص الملعب فاضي. بنلعب 4-1-4-1، طريقة لعب غريبة على منتخب مصر. نفس الفكرة هنا برضو، النني مع قدوس دايما بيحاول يسلمه المنعم. منعم في الماتش ده ما كانش في حالته، وبقى له كام ماتش كده مش في حالته، مش عارف ليه. برضو بنلعب ادي 4 وادي 1 وادي 4 وادي 1، طريقة غريبة. طب انا بلعب 4-1-4-1، ليه بلعبهم 4-1 والاربعة اللي قدام دول فلات؟ ليه ما ينزلش واحد منهم في نص الملعب يغطي المساحة الكبيرة دي؟ ده نفس الموضوع. في الدقيقة 36 برضو النني قدوس 2 بيجروا، نفس الموضوع، والنني برضو ماسك قدوس. نفس الفكرة هنا. ادي النني لما راح مع قدوس ناحية جناح اليمين، الباك الشمال بتاعنا هو محمد حمدي. بص نص الملعب، بص نص الملعب عشان صلاح ما بينزلش. لو امام ضم هنا شوية، حمدي فتحي يقدر ينزل هنا يغطي، مفيش. شبيهه اللي بتاعت الجون، مش الجون، دي الكوره الشبيهه اللي بتاعت الجون، بس لما رجع حمدي فتحي مع النني الكوره اتقطعت. ده بدايه الشوط الثاني. بصوا لو خدنا بالنا، ده منتخب مصر مفكك دفاعيا، يعني لو خدنا بالنا مفيش حد من نص الملعب. ادي النني وادي مرموش هو اللي نازل يدافع مع النني. طب فين حمدي فتحي وفين امام عاشور؟ مش موجودين في الكادر خالص.
دي هجمه لمنتخب مصر. احنا بنلعب زي ما قلنا 4-1 4-1، ده اللي كان متطبق فعلي على ارض الملعب، مش اللي كان باين في السكور شيت. ادي 4 بيلعبوا فلات، 4 في خط الهجوم كلهم مستنيين الكره الطوليه. طب فين اللي هنا؟ نص الملعب بتاع منتخب غانا اهو، ال3 لاعبين ولا واحد من منتخب مصر معاهم يقدر يغطي المساحات الكبيره اللي كانت موجوده في نص الملعب. نفس الفكره هنا برضو. فين يا جماعه؟ فين نص الملعب يا جماعه؟ فين الجزء ده؟ هو احنا بنلعب يعني نص الملعب ده مش موجود في الخريطه بتاعتنا؟ نفس الفكره، 5 ولا 6 فلات والنني معاه الكوره، مطلوب مني ان انا اعلق الكوره طويله. هل ده لعبنا؟ مش لعبنا. هل ده تفكير روي فيتوريا؟ ما كانش كده في الماتشات اللي قبل بطوله الامم الافريقيه. ايه اللي غيره؟ معرفش. الكرة دي اترفعت. بصوا هنا هوريكم حاجة بس، يعني لو خدنا بالنا 2 4 6 لاعبين من منتخب مصر، يعني قول 5 عشان محمد حمدي ده هو اللي هيرفع الكرة. 5 لاعبين من منتخب مصر كلهم على خط يعتبر ال 18. بص الكرة لما راحت لمحمد حمدي ولعبها بالعرض ولا واحد جوه، مفيش غير مصطفى محمد داخل ومتأخر. طب ال6 راحوا فين؟ ال5 راحوا فين؟ واحنا بنلعب فلات واخرنا خط ال 18 مفيش. بعد تغيير التريزيجيه لما نزل، ابتدى تريزيجيه يخش في نص الملعب. منتخب مصر ابتدى يضغط جامد على اللعيب اللي معاه الكوره في الناحيه اللي فيها الكوره. ابتدى تريزيجيه لما يخش في نص الملعب اصبح المسافه، لو خدنا بالنا لو شلنا تريزيجيه المسافه دي كانت بتبقى فاضيه ما فيهاش ولا لاعب من منتخب مصر. لما اتحط تريزيجيه وابتدى يخش لجوه ابتدت العمليه تقرب شويه، ابتدى يبقى في لعيب هنا يقدر يستلم مني الكوره. دي نفس الفكره في الدقيقه 72 الكره بتتلعب رمي التماس. هنا مصطفى محمد، هنا مصطفى عمر مرموش، حمدي مصطفى فتحي تريزيجيه. ابتدت الدنيا تتوزع شويه، 4 وفي 6 ورا، مش 5 وفي 5 ورا، مش 6 وفي 4 ورا. الكرة هنا بتتلعب، ادي حمدي فتحي، ادي عمر كمال، امام عاشور. ابتدى نص الملعب يتظبط شويه. ليه؟ لان في 2 في نص الملعب يقدروا يحركوا الدنيا. الدايره دي كلها ما فيهاش حد، بس في 2 هنا يقدروا يحركوا الدنيا، مش واحد وكان ممسوك وعليه مان تو مان. الكرة بتتلعب لتريزيجيه، تريزيجيه بيروح بالكرة بيلعبها بالعرض بتروح جون. ليه؟ لان انت بدأت صح. في 2 بيسلموا الكرة صح، بيحاولوا ان هم يلعبوا الفرقة، لكن واحد وقدراته البدنية ضعيفة وقدراته الفنية ضعيفة، صعبة شوية دي في الدقيقة 77. بصوا هنا واحنا بنطلع، ده امام عاشور. بصوا خدوا بالكم الفرق بين امام عاشور وبين النني. ده امام عاشور، بصوا لما هيستلم الكرة في كذا لاعب حواليه، امام عاشور ما طفش الكرة، امام عاشور ما لعبش الكرة طولية، امام عاشور كمل بالكرة ولعبها باص لمصطفى محمد. مرموش بيستلم الكرة وهو قبل ما يستلم بيبص فين يا جماعه؟ احنا لعبتنا كلها بعد ما جبنا جون التعادل الثاني منتخب مصر كله ورا. هو احنا يا كده يا كده؟ طب ما فيش وسط، مفيش معقول، مفيش حاجه بتقول ان احنا لما نكون ماتش 2-2 واحنا ليدنج على غانا في اخر 5 دقايق في اخر 10 دقايق ان انا ارجع ورا واخلي مصطفى محمد لوحده قصاد فرقه غانا كلها، منتخبنا كله ورا. دي في نهايه الماتش خالص. بصوا رجعنا تاني نلعب في المساحات الكبيره، رجعنا تاني نلعب من ال 18 لبعد قوس نص الملعب. ده مش لعب منتخب مصر. الكلام ده كله انا اتكلمت عليه في الفيديوهات اللي قبل دي، قبل بدايه الماتش، وقلت ان احنا بدايتنا هي اللي هتحدد احنا هنعمل ايه في الماتش. احنا التعادل مش وحش، برضو اتكلمت على الموضوع ده في فيديو هسيبه لكم في الوصف تحت في الفيديو في التعليقات. اتكلمت وقلت يا جماعه التعادل مش وحش، لان غانا كده نقطه. كاب فيردي لو كسبت النهارده موزمبيق هتبقى 6، هتبقى 6-2 نقطه غانا نقطه موزمبيق. انت تكسب كاب فيردي تصعد، لو تعادلت كمان تصعد مع غانا لما لو ما كسبتش تعادلت هي وموزمبيق. في الختام الفرص بتاعتنا موجوده ولسه فرص بتاعتنا متاحه ان احنا نصعد، بس بالاداء ده احنا هنخرج، لو صعدنا هنخرج من الدور اللي جاي على طول. في الختام سلام.